النادي الاهلي ماسك لك منجاية عويسي في استاد برج العرب، وهاتك يا مص لحد ما جابها من شعرها كده، لحد ما اما جاب شعر خلص. النادي الاهلي مش هيرتاح ولا يسكت الا لما يعقد الفرق المصريه. ليه بقى بقول لك كده؟ هقول لك ولكن ارزع الله يا كاريزما. ولو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، وصلي على النبي وتعالى لي. بيقول لك: هل تعلم عزيزي الاهلاوي ان نادي الاسماعيلي اخر مره فاز على النادي الاهلي كانت من 2010؟ تخيل. يعني انت تخيل انت كاهلاوي ان انت معقد نادي الاسماعيلي، والعقده ما زالت في نادي الاسماعيلي لحد دلوقتي من 2010. من 2010 يا قوي يا مؤيد ترى، من 2010 يا كاريزما مش عارفين يكسبوكوا ماتش. طب ماتش يا جدع، انت جبر خواطر كسبوهم ماتش. ولكن النادي الاهلي بقول لك ايه، حرام، لا بجد حرام. النادي الاهلي بيعملوا في الفرق المصريه ده كتير واوفر، كتير قوي قوي قوي. ولكن سؤال تاني بيطرح بلع، سؤال عادي والله، سؤال عادي جدا. وادي من زغري، ايه الجون اللي انت جبته ده انت كمان؟ نق... نخلص من جون وسام ابو علي، يطلع لنا جون من زغري. علي معلول برضه هو اللي بدأها. بيقول لك ايه بقى؟ كل حاجة حلوة تبدأ من عند علي معلول. علي معلول ما يسكتش بقى في جون وسام ابو علي. كلنا قلنا برافو جون وسام ابو علي. اصلا انا ماسك الدراعات وعمال بحاول اجيب جون زيه، مش عارف يا كاريزما. ولكن علي معلول لم يهدأ بعد، عمل نفس الكورة الإمام عاشور ولكن من العمق، مش من ناحية الشمال، لا قال لك أنا عاملها له من العمق، هتروح له برضه سويرف. إمام عاشور يسكت؟ بتاع من زغري لا أبدا أبدا، بتاع من زغري مش هيرتاح، أقسم بالله ما هيرتاح. قام جاي لامم المدافع بيو، لسوعها في الجون واتشمعت يا كاريزما في الجون. والجون الأول برضو بأمانة الله، لا بأمانة الله، شهادة لوسام أبو علي. وسام أبو علي تحركاته فارقة بشكل كبير جدا. قطع الكرة من ناحية اليمين، بصاها لمين؟ بصاها لبيرسي تاو اللي مرتاحش ولا انبط إلا لما جاب جون. قام جاي خاطف الأول وقام لسعها، الكرة جت في رجل المدافع واتشمعت التانية في الجون. ولكن سؤال بيطرح بقى، متى ستنفك العقدة؟ ما هو سؤال مهم وسؤال بيطرح بقى، العقدة دي هتتفك امتى؟ ما هو لازم يبقى في مثلا وقفه للموضوع ده. يا جماعه هتستفاد انت كاهلاوي لما نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي يسيب لك البلد ويطفش؟ ما انا بقول لك من 2010 يا كاريزما نادي الاسماعيلي لم يفز على النادي الاهلي في لحد الان يا كاريزما. حرام وكده كتير واوفر. وبامانه الله النادي الاهلي بيخزق الطبيعه. انت اساسا دماغك بترص في ارقام كده انت ما بتستوعبهاش. انت مستوعب ان نادي الاسماعيلي ما فازش على النادي الاهلي من 2010 يا كاريزما؟ يا كاريزما ده جيل كامل يا كاريزما. من 2010 النادي الاسماعيلي ما عرفش يفوز على النادي الاهلي يا كاريزما. الموضوع صعب، الموضوع صعب واوفر قوي قوي قوي. لا خد التقيله والانقح بقى، خد التقيله والانقح وهي. تعال اقول لك ان النادي الاهلي عزيزي الاهلاوي لحد الان في الدوري لعب كام مباراه؟ لعب 12 مباراه. حلو. واخد كام نقطه؟ 24 بونت. ركز معايا في الكلمتين دول بالله عليك، لان الموضوع ده صعب جدا. لك ان تتخيل ان الفرق بينه وبين المتصدر، الناس بتقول لك الدوري خلص والنادي الاهلي بره البطوله وهينافس على الهبوط وهينافس على المركز الرابع او الخامس او الكلام ده. تعالى لي نادي بيراميدز متصدر الدوري برصيد 38 بونت ولعب 17 مباراه. تعالى لي اقيس لك بقى النادي الاهلي يا كاريزما، لاعب 12 مباراه، بينه وبين نادي بيراميدز في المباريات 5 مباريات فقط. طيب في حالة فوز النادي الأهلي بالخمس مباريات اللي الناس بتقول لك الدوري ضاع على النادي الأهلي، في حالة فوز النادي الأهلي على الخمس مباريات أو في الخمس مباريات بتوعه اللي هم الفاصلين بينه وبين نادي واحد يقول لي مؤجلات، لا أنا مش دعوة بالمؤجلات، أنا بكلمك عن نادي بيراميدز. في 5 مباريات 3 في 5 ب 15. حلو قوي. النادي الاهلي عنده كام بونت؟ عنده 24 بونت. نادي بيراميدز عنده 38 بونت. 15 زائد 24 يبقى كام يا كاريزما؟ يبقى 39 بونت. يعني النادي الاهلي لو
فاز بالخمس مباريات المقبله في حاله وقوف نادي بيراميدز لحد المباريات دي، في حاله فوز النادي الاهلي سوف يفرق عن نادي بيراميدز ببونت. زائد ان انت عندك الدوري لسه طويل، الدوري لسه طويل يا كاريزما. وخد بالك، خد بالك نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي لما بيركب الدوري يا كاريزما، ما ايه مش سامع يا كاريزما، النادي الاهلي لما بيركب الدوري ايه ما بينزلش حرفيا. النادي الاهلي اول ما بيتصدر الجدول انسى. ومارسيل كولر بالاداء اللي بنشوفه ده، واحد هيقول لي الاداء والفرص والكلام ده، انت ليك 3 بونت، انت ليك اكل ولا بحلقه؟ مش عاجبك الفوز كنت تعادل يا كاريزما، ولكن ما توجعش دماغ انا بصراحه، لان النادي الاهلي ليه 3 بونت خدهم خلاص، ويصعب المساله على منافسيه سواء نادي بيراميدز او نادي الزمالك. تعال لي بقى اقول لك في نقطه مهمه جدا، وهي واحد هيطلع يقول لك ان احمد عادل عبد المنعم فوت للنادي الاهلي لانه كان لاعب سابق يا كاريزما في النادي الاهلي. سؤال بيطرح بلح، هات لي حارس مرمى واحد في الدوري المصري يصد لك كوره بيرسي تاو. الكوره بيرسي تاو شاطها خبطت في رجل المدافع، غيرت اتجاهها، قامت عامله بند بيو دخلت جون. فدي اتخن حارس مرمى هيقف في الجون مش هيصدها. طيب الهدف الثاني بتاع من زغري اللي عمله مين؟ اللي عمله اسيست من علي معلول يا كاريزما. علي معلول صاحب كل حاجه حلوه بتتعمل في النادي الاهلي. وبالمناسبه مبروك التجديد لعلي معلول، علي معلول جدد سنه وعمل برضو اللي النادي الاهلي عايزه، والراجل شاري النادي الاهلي. ولكن علي معلول جماهير النادي الاهلي يا كاريزما يعني متمسكه بيه بشكل كبير جدا، وعلي معلول ايضا متمسك بالنادي الاهلي بشكل كبير جدا، وكابتن محمود الخطيب بيعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي. وبرضه يا علي يا معلول هتجدد معانا؟ طيب هتجدد بشروطنا؟ هتجدد سنه قابله للزياده كمان سنه، او موسم قابل كمان موسم. يعني علي معلول كان عايز موسمين، النادي الاهلي اللي قال له لا، هجدد لك موسم يا كاريزما، زائد ان انا بعد الموسم ده لو ما لعبتش او مارسيل كولر ما اختاركش عشان تجدد تاني مع النادي الاهلي، وان مارسيل كولر مش محتاجك فنيا، هاخدك ككادر اداري. فبالتالي النادي الاهلي شاري علي معلول لانه بيعتبره ابن من ابناء النادي الاهلي. دي نقطة. علي معلول أداؤه مع النادي الأهلي النهاردة ما تسلفوه لنا، والله بكلمكم بجد، سلفوا لنا علي معلول مباراة 2 كده، ربنا يكرمنا يا كاريزما. لأن علي معلول بأمانة الله أنا ما فيش أجنبي بيموت نفسه في الملعب زي علي معلول بأمانة الله، ما شاء الله، عشان الناس اللي هتقول لي أنت بتحسد يا أصلي. ولكن علي معلول بأمانة الله أداؤه مميز جدا 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 جدا. وهي إمام عاشور اللي بيندم ندما شديدا 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 مع النادي الأهلي وبقدومه إلى النادي الأهلي. في بوست كده قريته بيقول لك إمام عاشور بيندم إنه مش هيلعب مع نادي الزمالك نهائي الكونفدرالية. أضحكني يا الراجل واخد لك برونزية مع النادي الأهلي، واخد لك سوبر مع النادي الاهلي، واخد لك كاس مصر مع النادي الاهلي، وبيندم ندما شديدا. هو من ناحيه بيندم فباين عليه الندم قوي 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 قوي. وفي ناس زي كابتن رضا عبد العال بيقول لك ان امام عاشور ما جابش فورمته. اسمع مني، امام عاشور والله العظيم وشهاده لله وشهاده حق، امام عاشور افضل مستوياته شفتها مع النادي الاهلي. امام عاشور بيحسم بطولات مع النادي الاهلي، امام عاشور بيحرز اهداف مع النادي الاهلي واهداف حاسمه. خد بالك من اهداف حاسمه قوي قوي قوي. امام عاشور بيساهم في بطولات رسميه للنادي الاهلي. امام عاشور راح لك كاس عالم للانديه وخد لك افضل لاعب في مباراه في كاس العالم للانديه. فبالتالي امام عاشور اللي يقول لك ما بيجيبش مستواه مع النادي الاهلي او ما جابش مستواه مع النادي الاهلي،
عمرك ما هتسمع منه ان امام عاشور جاب ربع مستواه مع النادي الاهلي. امام عاشور من وجهة نظر الشخصية بيقدم افضل اداء من وجهة نظر الشخصية مع النادي الاهلي، واداؤه مع النادي الاهلي قسما بالله ما شفته مع نادي الزمالك. وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقة تنول على اعجابكم. وبكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.